السلام عليكم. في أسوأ بداية وأسوأ أداء في تاريخ النادي الأهلي في بطولة الدوري، الأهلي بيخسر من بيراميدز 2-0 في مباراة ولا كان فيها أداء ولا تكتيك ولا حتى شكل حلو في الملعب، وكل ده ومعاك سكواد يكسب أي حد مستريح حرفيا. طب إيه اللي حصل؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. اسمي علاء محمد ويلا بينا نبدأ. السبب الأول والرئيسي في الكارثة اللي حصلت دي هو الأداء وتوظيف اللاعبين. تخيل نفسك كده معاك سكواد فيه بن رمضان وديانج وزيزو وجراديشار وبن شرقي وتريزيجيه، وفي الاخر بتخسر بالاداء الهزيل ده. الاخ ريبيرو تقريبا قال لك انا مش هتعب دماغي كتير، هريح دماغي وهنزل بكل النجوم دي من غير بقى ما اتعب نفسي بتوظيف وتكتيك وخلاف. لا، واللي نفسه في حاجه كمان عايز يعملها. ده حرفيا افضل تفسير للي حصل في ماتش بيراميدز، وده السبب الرئيسي والاساسي في الكارثه اللي حصلت دي. ما كانش فيه جمله تكتيكيه، مفيش ضغط، الدفاع فيه مساحات كبيرة قوي ومستباح حرفيا، الريتم بطيء جدا ومفيش اي تحركات من غير كورة. واكتر حاجة بتعبر عن كل اللي قلناه ده هو كرة الهدف الثاني لبيراميدز. ارجع كده لكرة الهدف الثاني، الكرة كانت مع كريم حافظ اللي واقف لوحده حرفيا ومفيش اي حد ضاغط عليه، وبيقرر يغير الملعب الناحية الثانية لمحمد حمدي اللي برضه واقف لوحده ومفيش اي حد ضغط عليه. محمد حمدي فضل حرفيا تقريبا ساعة علشان خاطر يحضر ان هو يعمل عرضية الناحية التانية، وبتروح لقطة اللي بيلعبها لدماغه برضه بكل اريحية لوليد الكارتي اللي بيلعبها بدماغه ومفيش حتى حد يعني غلس عليه علشان يسجل الهدف الثاني. على الجانب الثاني بيراميدز قدم مباراة كبيرة، بيضغط بشكل كويس، منظم جدا، مقفل ورا بشكل ممتاز. وندل على شيء ده لان مدرب بيراميدز كان مذاكر الاهلي كويس قوي، وفي الاخر قدر ان هو يهيمن على كل حاجه في الماتش، وعلشان كده استحق الفوز بكل جداره. طيب بالنسبه ريبيرو لازم يرحل. ايا كان اللي انت هتدفعه مش هيجي اكبر من الخسائر اللي هتحصل لك الفتره الجايه بسبب المدرب ده فعلا الاهلي اكبر منه، وواضح قوي عدم سيطرته على اوضه اللبس وحتى في اداره المباريات صفر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. واخيرا ما تنساش تدعي لاخواننا في فلسطين. صل على حبيبك النبي. سلام.